معكم سعادة وفخر بلادنا باستضافة كأس الأمم الإفريقية لعام 2025 وكذا تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وهو الخبر الذي زفه جلالة الملك نصر الله إلى المغاربة خلال الأسبوع الماضي، وهو ما يوضح مسار التطور والدينامية المستمرة للمملكة. حضرات السيدات والسادة، وفقا للتوجيهات الملكية السامية أطلقنا ابتداء من سنة 2021 سلسلة من الإصلاحات الرامية إلى تعزيز تماسك المؤسسات وأنظمة الحماية الاجتماعية. ونظرا لأهمية دور رأس المال البشري في نجاح أي مشروع إصلاحي، فإننا نولي مكانة مهمة لتعزيز نظامنا الصحي وتحسين جودة نظام التعليم وتشجيع البحث العلمي والابتكار. إن المجتمع الذي يمكن مواطنيه من التحكم بزمام مستقبلهم وخاصة الشباب والنساء يمتلك مفتاح تحقيق النمو والإدماج الاقتصادي. وفي السياق ذاته فإن مسار التنمية يتعين عليه أن يكون ليس فقط دامجا بل كذلك مستداما وصديقا للبيئة. فإن المملكة المغربية تعد من بين الدول الرائدة في تطوير الطاقات المتجددة، حيث راهن صاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله على هذا القطاع منذ اعتلائه عرش أسلافه الميامين. واليوم نحن نطمح لمضاعفة الإنتاج في الطاقة الريحية والشمسية ل3 مرات، مع السعي لتكريس تموقع المغرب كفاعل رئيسي في قطاع الهيدروجين الأخضر، مما سيعزز سيادتنا الطاقية. إن الجفاف وندرة المياه وهي تداعيات مباشرة للاحتباس الحراري تشكل إحدى الأولويات الاستراتيجية الوطنية. ومن هذا المنطلق أطلقت المملكة مشاريع مبتكرة لتحلية مياه البحر بالشراكة مع القطاع الخاص، كما يتم تنفيذ طرق سيارة للربط بين الأحواض المائية، وذلك لتزويد المناطق التي تعاني من نقص الماء انطلاقا من مناطق أخرى تتوفر فيها الموارد بكثرة. حضرات السيدات والسادة، إن تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري وموجات الأوبئة والصراعات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف المعيشة على المستوى العالمي كلها رهانات متسمة بالتعقيد تظهر الدور الهام الذي يمكن أن يطلع به التعاون الدولي. ومن هذا المنظور فإن بنوك التنمية متعددة الأطراف مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى دعم ومواكبة البلدان النامية وفي التصدي للتحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والاستجابة لاحتياجاتها. بالتالي فإن هذا التأقلم يستدعي التحلي بمزيد من المرونة في تقديم المساعدات الموجهة للبلدان التي تواجه أنواعا مختلفة من الأزمات، سواء عبر الاستشارة والدعم المالي علاوة على الدعم بالتالي فإن هذا التأقلم يستدعي التحلي بمزيد من المرونة في تقديم المساعدات الموجهة للبلدان التي تواجه أنواعا مختلفة من الأزمات، سواء عبر الاستشارة والدعم علاوة على الدعم من أجل استعادة التوازنات الماكرو الاقتصادية وغيرها. وفي هذا السياق فإن موافقة صندوق النقد الدولي على منح المغرب تمويلا بقيمة 1,300,000,000 دولار لتعزيز مناعة بلادنا في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، وذلك عبر صندوق المرونة والاستدامة، تعد مكسبا مهما. شكرا السيدة المديرة العامة. حضرات السادة والسيدات، عالمنا بات أكثر هشاشة، يتطلب تضافر جهود الجميع للتغلب على مختلف الأزمات. ومن هذا المنطلق يوفر عقد الاجتماعات السنوية هنا في مراكش فرصة
قيمة لإقامة روابط وتبادل الأفكار والتعاون لتحقيق الأهداف المشتركة. مرة أخرى فإننا في المملكة المغربية سعداء وفخورون باستضافتكم، وأغتنم هذه الفرصة لتجديد الشكر لأعضاء فريق العمل لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي على مستوى مختلف هياكل المؤسستين على تعاونهم المتواصل بكفاءة ومهنية عالية. شكرا لكم.